تعال اعرفك النهارده على واجهه شاومي المخففه المي اي 13 المخففه مع اندرويد 12 جو اللي بيجوا على موبايل الريدمي اي 1 بلس. الصراحه كان لازم اعمل فيديو عن الموضوع ده لان فيه 7 اختلافات اساسيه ما بين واجهه شاومي اللي موجوده هنا وما بين اي واجهه شاومي كنت متعود عليها في اي جهاز من شاومي بشكل عام، سواء 12 تي برو او اي جهاز حتى اقتصادي. وشاومي عملت ده عشان الموبايل يبقى اداؤه كويس. فتعالى نشوف التصميم والديزاين بتاع السبع حاجات المختلفين مع بعض. وغير كلام كتير اعمل لايك الفيديو حالا، وان شاء الله راجعين اليوتيوب بقوه. فيديو يومي غالبا الايام الجايه هنبتدي نظبط الموضوع ده. بس كده اعمل لايك الفيديو حالا ويلا بينا. ملحوظه اللي ما يعرفش محتوى الشورتس او الفيديوهات القصيره، احنا بقينا متميزين فيه الحمد لله على كل المنصات، سواء على تيك توك او على انستجرام او على يوتيوب حتى او على الفيسبوك. فتابعني على كل المنصات وسناب شات كمان هتلاقي لينكاتها موجوده في الوصف بتاع الفيديو ده. ويلا بينا نكمل. نبدا بقى يا معلم باكتر حاجه هتاخد بالك منها متغيره، وهي مركز التحكم او شريط الاشعارات بتاع شاومي ايا كان مسماه. هتلاقي طبعا شكل مختلف، وشكل حتى التابات اللي ممكن تضيفها كده كلها مربعه بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا ده عشان يخلي الموضوع سيمبل وبسيط اكتر. وكمان في ميزه الصراحه عجباني قوي، وهي فكره ان هو شال اي تطبيقات ملهاش لازمه. يعني انا ما لقيتش على الموبايل غير نتفليكس وفيسبوك لايت بس، انا اللي منزل انستجرام وتيك توك وبابجي بس. وطبعا لينكد ان برده كان موجود، ولكن بشكل عام مفيش اي حاجه تاني. فطبعا تطبيقات السيستم الاساسيه اللي محتاجها زي الساعه والكالكوليتور وشير مي مثلا والراديو، ولو عملت كده هتلاقي طبعا الاب درور متفعل في الموبايل ده عشان يخلي الموضوع ابسط واسلس. فهم دول بس البرامج اللي موجوده على الموبايل زي ما انت شايف. فهو بيحاول يشيل كل حاجه ملهاش لازمه عشان يخلي الاستخدام احسن. وده طبعا ابتدينا نشوفه من شاومي الفتره الاخيره وعجبني جدا عشان يتناسب مع الفئه الاقتصاديه. نيجي بقى لثالث اختلاف بشكل كبير قوي اول مره اشوفه، واللي بكلمك كتير على القناه عليه، وهو متجر السمات. لو دخلت عليه كده مش هتلاقي متجر سمات ليه علاقه بالنت تماما، هو مجرد الست سمات دولت، وكل السمات بتبقى تغيير زي ما انت شايف. اهو مثلا وليكن دوست على ده تمام، هتلاقي السمات مجرد تغيير للشكل كده. طبعا بيغير الشكل وبرده اللون هنا وكل حاجه، ولكن بيخلي الموبايل بطابع مختلف بسيط وسيمبل. مفيش بقى السمات المعقده بتاعت شاومي المعتاده اللي ممكن تتقل على الموبايل. عندك كل الاشكال دي تقدر تقلب ما بينهم. فده برده اختلاف كبير قوي ما بين الموبايل هنا واللي اتعودنا عليه من شاومي في الطبيعي، ولكن عشان يبسط ويسهل الاستخدام والواجهه زي ما قلنا. وحتى الجاليري او معرض الصور ما سلمش بالتغيير اللي على الواجهه. فلو دوسنا كده هتلاقي اسمه جاليري جو، برضه هتلاقيه بسيط وسيمبل اكتر. وزي ما انت شايف هتلاقيه مقسم لك بقى السيلفي او السكرين شوت او الفيديو بالشكل البسيط ده، عشان هو مش عاوز اي تعقيد، عاوز الدنيا كلها تبقى بسيطه. ودي الفولدرات بتاعه الصور لو انت عاوز شكل المعرض اللي انت متعود عليه نسبيا مثلا. وحتى اللانشر بتاع الموبايل نفسه اسمه، بص كده لما تدخل هنا ودوس هنا كده توصل للسيتنج، اسمه ايه بقى؟ اسمه مي اي لانشر جو. فحتى كل حاجه ماشيه بالسيت اب بتاع الجو عشان اندرويد 12 جو طبعا، والكلام ده كله. ثانيه بس نقطع وقت الفيديو كده، احب اقول لك اي سؤال ليه علاقه بالتك بشكل عام او محتوانا اكتبوا لي في الكومنتات تحت وارد عليه، او اعمل لك عنه فيديو مخصوص. واي فكره فيديو تيجي في دماغك نقدر نعملها، او حتى اسعى ان انا احاول اجيب موبايل معين او حاجه انت محتاجها، اكتب لي في الكومنتات تحت واعمل لكم فيديوهاتها باذن الله تعالى، وارد على كل الكومنتات. ورايك يهمني جدا، فاكتب رايك في الكومنتات تحت. وبس كده نرجع للفيديو. اما سادس اختلاف هتلاحظه في الواجهه دي، وهو تطبيق الكاميرا. لما تفتحه كده هتلاقيه طبعا بياخد وقت بسيط عشان يحمل، وهيديك بقى الاوبشنات الطبيعيه اللي ما فيهاش اي افوره. فطبعا عندك مور هنا هتلاقي عندك الشورت فيديو لو انت عايز تصور زي حاجه زي الفيديوهات القصيره اللي بننزلها على تيك توك وانستجرام، روح تابعني هناك. والتايم لابس بس كده. وطبعا هتلاقي عندك البورتريه والصوره والفيديو. فهو حاجه بيزك خالص، لان انا مش مطلوب مني في الموبايل اكتر من كده. وليكن مثلا اهي صوره مثلا اهو، انا عاوز صوره بسيطه مش عاوز تعقيدات ولا اي حاجه خالص. فطبعا ده اللي بيقدمه الموبايل ده. والحاجه السابعه اللي هتلاحظها في الموبايل ده وهي السيتنج او الاعدادات. لو دخلت عليها كده هتلاقي طبعا شكلها عامل زي كده زي ما انت شايف. هتلاقي طبعا اختلافات كبيره وببساطه اكتر. بص مثلا البطاريه، هو مجرد ده لا في انيميشن ولا في صوره البطاريه زي الموبايلات الجديده ولا في اي حاجه. وبفكر اعمل لك مقارنه ما بين الواجهه دي وواجهه شاومي الاساسيه عشان برضو تلاحظ الفرق بالملي ما بين كل حاجه. اكتب لي في الكومنتات اعمله ولا لا. فايا كان تنزل كده هتلاقي كل حاجه بشكل بسيط، ولكن في طابع بتحافظ عليه شاومي في موبايلاتها اخر فتره وعجبني الموضوع ده جدا، وهو طابع ان انا يكون عندي الموبايل بيجي له ابديت اول لما افتحه من الكرتونه كده على طول. فلو دخلت على سيستم ابديت هنا هتلاقي فيه ابديت اسمه 13.0.13 مي اي 13 للموبايل، يتنزل ويتثبت على الموبايل على طول عشان يخلي الموبايل، بص بقى اهو، ريديوس سيستم لاج وانكريز سيستم ستابيليتي، يعني يزود الاستقرار بتاع السيستم ويقلل اللاج اللي موجود فيه باي شكل كان. فطبعا كل الابديتس دي وغيرها كتير. لو مثلا دوسنا حتى على الشاشه كده تلاقي هنا في اختلاف. لما تيجي تدوس على الوول بيبر مثلا برده نفس السمات. لو دوست كده على التطبيقات المفتوحه هتلاقي الحته دي شكلها مختلف،
وعندك اوبشن سكرين شوت جديد كده بتدوس عليه ياخد سكرين شوت من التابه اللي انت فاتحها. فكميه اختلافات وحاجات روشه، ولكن كله بيدعم البساطه في الواجهه دي. وانا الصراحه مبسوط ان الريدمي A1 بلس يجي بالروقان والحلاوه دي، لان احنا مش عاوزين موبايلات تقيله اقتصاديه، عاوزين موبايل اقتصادي يكون سريع او على الاقل بيقدم اداء متواضع، بس مش عاوزين لاجات كتير. وده للعلم اللي شفناه مع سلسله النارزو من ريلمي من قريب، لان كان برضو بيقدموا البساطه في الواجهه بتاعتهم، وان هي حاجه ريديوزد او اقل من الواجهه الاساسيه عشان تتناسب مع الفئه الاقتصاديه دي. وبس كده يا معلم، من وجهه نظري الريدمي A1 بلس من شاومي اول تجربه فريده من نوعها في موبايل اقتصادي جدا ويكون جاي بالاداء والحلاوه دي. انا شايف ان الاداء ده رغم ان المعالج حتى مش اقوى حاجه، رغم ان كل حاجه بسيطه وسيمبل، ولكن ده منطقي ان انا اشوف موبايل بيزك بيديني الحاجات الاساسيه، يديني ان انا اعمل مكالمات بسهوله، انزل البرامج الاساسيه، معلوش اي برامج ملهاش لازمه او مسبقه التحميل بشكل يضر الموبايل او يخليه تقيل، خصوصا مع الاستورج الصغير ال 32 جيجا. فالصراحه الموبايل ده حل النقطه دي، وشاومي ابتدت تفكر صح في الاجيال الجديده من الموبايلات الاقتصاديه، ان هي ابتدت دايما تشيل حاجات من الواجهه الموبايلات الاقتصاديه مش محتاجاها. بس يا معلم دي كل حاجه، اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تدعمه باللايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واكتب لي تحت في الكومنتات وحشتني يا علي او اي حاجه بشكل عام، هرد على كل الكومنتات. وتابعني على كل المنصات، واسالني من النهارده على انستجرام، هرد عليك كل يوم باذن الله تعالى بدون اي تقصير في الرد على الرسائل. بس يا معلم دي كانت كل حاجه، وحشتوني جدا فعلا، انا كنت مفتقد يوتيوب ولكن راجعين بقوه باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.